مساء الخير أصدقائنا أصدقاء محامي الشارع، يا رب تكونوا بخير دايما. بص يا سيدي، ابنك خطب، طول اليوم قاعد عند أهل خطيبته، حصل بينهم وبين بعض مشاكل، مسكوا في بعض وضربوا بعض، خطوبة هتتفسخ، عملتوا قاعدة مع بعض ومفيش أي حل، خدوا منك الدهب ومش عايزين يديهولك. تعالى بقى يا سيدي وأنا أقول لك ترجع دهبك إزاي بالقانون. بص يا سيدي، أول حاجة هنعمل محضر إثبات حالة. طبعا حضرتك وانت بتعمل المحضر لازم يكون معاك الفاتوره وبتذكر فيه المصوغات الذهبيه والقيمه وكل حاجه موجوده في الفاتوره بالظبط. تاني حاجه هنرفع دعوه اسمها رد شبكه وهدايا. الدعوه دي بتترفع في محل اقامه المخطوب. في الدعوه دي حضرتك لو المخطوبه عدت السن القانوني بتختصمها بشخصها، ما عدتش السن القانوني بتختصم ولي امرها اللي هو الوالد. طبعا دي من الدعاوي اللي لازم اقدم لها طلب تسويه الاول، وبعد 15 يوم برفع الدعوه بتاعتي. دول الدعوة والهيئة الموقرة بتحيل الدعوة دي للتحقيق، وإن شاء الله بيتحكم لك برد الذهب بتاعك. بس أنا عايز أقول لحضرتك على حاجة، حاول تحل الموضوع الأول بصورة ودية، لأن الطريق الودي هو أسهل وأسرع الطرق لحل المشكلة. عايز أقول لحضرتك على حاجة، اللي أهله مربوهوش المحكمة تربيه. السلام عليكم.